أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات هافنز كيتشن. النهاردة هنعمل بيتزا بطريقة مختلفة، مش هنستخدم فيها أي نوع دقيق خالص، وعشان كده ممكن أوي تنفع لمرضى السكر وحساسية الجلوتين وللي عاملين كيتو أو لو كارب دايت. يلا بينا نشوف هنبتدي ازاي. في محضرة الطعام هنحط 300 جرام من صدور الدجاج، ومعاها بيضتين ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة بودرة بصل، ومعلقة صغيرة زعتر، ونفرمهم كويس مع بعض لغاية ما تتكون معانا عجينة ملزقة شوية. وفي صينية مقاس 30 سنتي هنفرد العجينة كويس، ودي هتكون البيز أو القاعدة بتاعة البيتزا بتاعتنا. هي الفكرة غريبة شوية، بس النتيجة في الآخر حلوة قوي ومتأكدة إنها هتعجبكم. ودلوقتي هنيجي بقى للتوبينجز أو الإضافات، ودي طبعا اختيارية حسب الذوق. هنحط صوص طماطم ونفرده كويس ونغطيه بطبقة من الجبنة الشيدر أو الموتزاريلا المبشورة، وزيتون وفلفل ألوان، وآخر حاجة رشة زعتر على الوش. وفي فرن متسخن من قبل كده على 180 هنحطها في الرف الوسطاني لمدة نص ساعة أو لغاية الأطراف ما تاخد اللون الذهبي. وكده البيتزا بتاعتنا جاهزة للتقديم، وأهم حاجة إنها صحية تماما وخالية من الجلوتين، فهناكل بيتزا وكمان نخس ومش هنحس بأي تأنيب ضمير. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتس. ولو عجبتكم ما تنسوش السبسكرايب والجرس واللايك والشير عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة، وبالهنا والشفا.